ازيكم يا اماراتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال. جايلكم النهارده في فيديو جديد، فيديو كله بهجه وحلويات كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم ان الجو والاجواء تحفه تحفه. اجواء رمضان خلاص بقى، كل سنه وانتم طيبين. رمضان يا شباب ما عادش عليه الا حوالي شهرين، يمكن شهرين ومثلا اسبوع او اسبوعين. تمام، فاللي هو يعني خلاص بقى على الابواب، يعني ما عادش وقت. يا دوب بقى اللي بيجهز حاجة واللي بيجيب حاجة، اللي هيكمل بقى الخزين، اللي هيعمل حاجة. طبعا انا عملت معاكم فيديوهات الخزين ومشتريات رمضان قبل كده كتير طبعا، بس كان في بقية تكملة كده، حاجات خفيفة. عايزة اقول لكم ان شاء الله لسه مكملين مع بعض برضو بإذن الله في سلسلة لحوم رمضان برضو. عايزه اقول لكم ما تنسوش بقى تصلوا على النبي قبل ما نبدا الفيديو، وما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم. طيب الفيديو النهارده طبعا جبت شويه حاجات لرمضان، بس عايزه اقول لكم الفكره جات لي ازاي، او يعني عملتها ايه. يعني مثلا لو انت لسه ما بداتيش، تعالي اقول لك تعملي ايه، او يعني الدنيا ماشيه ازاي معايا. تمام يا امارات. عايزه اقول لكم ان انا كنت رايحه نجيب التموين عادي. اجيب التموين اهو، ده التموين اللي هو ازازتين الزيت ده وكيسين السكر، ده التموين بتاعي. خلاص تمام تمام. طيب يا ام حنين، التموين ماله ومال خزين رمضان؟ لا هقولك انا بقى. بصي انا كنت الشهر اللي فات يعني ايه، اتزنقت في زيت جامد، فاخدت من زيت رمضان اللي انا كنت جايباه اخزنه اصلا. كنت خدت منه ازازتين تقريبا، كنت جايبه 3 ازايز، فخدت منه ازازتين لان طبعا يعني انتوا عارفين بعمل مخبوزات وحاجات. فاللي هو يعني آه بصوا اللي هو يعني اتزنقت قوي. تمام، طبعا القناه بتحوش شغل. تمام، فالشغل ده عايز طلبات، فانا اضطريت ان انا اخد زيت. ما علينا يعني. ف المهم يعني ان شاء الله النهارده كام في الشهر تقريبا؟ احنا النهارده 8 او 7 او 9 تقريبا، صح؟ حاجه زي كده. ما علينا يعني. المهم آه فلما جبت التموين قلت بقى لا، انا هعين ازازه منه. يعني انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اخد الازازه دي بس استعمالي باقي الشهر، وعندي هنا نص ازازه تانية همشي بيهم باقي الشهر. هحاول ان انا اقلل من المخبوزات واقلل من الحاجات دي عشان اعوض الازازتين اللي انا خدتهم. ورحت اشتريت برضو الازازتين تانيين اهم. شايفين انا اشتريت كده ازازتين تانيين اهم، اهو نفس الزيت اللي انا كنت شارياه. تمام، الازازه ب55 جنيه، نفس السعر لسه. فرحت جبتهم وقلت هحط عليهم كمان ديت عشان يبقوا مع الازازه، اللي يبقى 4 ازاز زيت لرمضان. حلوين قوي يعني، شايفه ان هم مناسبين ليا. طبعا انت بتجيبي حسب الحاجه اللي هي مناسبه عندك انت. طيب جبت ايه تاني؟ جبت برضو كانت دي ناقصاني. المهم ان انا كنت محوشه الفلوس دي، يعني كنت محوشه حوالي 250 واكتر. حطيت عليهم كمان 50، بقوا 300 جنيه، ونزلت جبت شويه الطلبات دول. طبعا جبت بقى دي علبة مرقة ما بستغناش عنها. طبعا انا بستخدمها مش لشهر رمضان بس، لا ده انا هستخدمها من دلوقتي وطول رمضان وبعد رمضان كمان، لان هي بتقعد معايا فترة طويلة. تمام. وجبت برضو الشعرية. طبعا دي عاملة 35 جنيه، اللي هي دي اللي هي بالفراخ، عاملة 35 جنيه. بس حلوة والله، بتوفر وبتقعد معاكي فترة حلوة، يعني مش وحشة. طيب جبت ايه تاني؟ جبت الشعرية. انا بجيب كيس الشعرية والله يا شباب، بجيبه من المحلات اللي جنبي هنا ب15 جنيه. يعني انا بجيب ب15، فلو انا متعودة عليه ب15. فلما سألت عند الراجل اللي هو الجملة ده، تاجر الجملة، قال لي ب10. فانا استغربت، قلت ده بجيبه ب15، 10 جنيه يعني ايه؟ فرق 5 جنيه في الكيس، ايه الافتراء ده؟ فاللي هو بقى انا جبت 5 في الكيس ب50 جنيه. قلت هجيب ال5 دول وان شاء الله يعني في مقدرتي تاني اجيب كمان 5 كمان. فاهمين؟ هو برضه هعينهم لرمضان، مش هستخدمهم دلوقتي. دول انا هعينهم لرمضان. هم يعني شفت كمان ان هم حلوين، ولسه يعني الراجل بيقول ان هم لسه جايين عشان حاجه رمضان. الناس بتاخد دلوقتي حاجه رمضان، فالحاجه بتبقى لسه طازه، يعني لسه جايه ايه، جايه لسه من المصنع، فمش بقالها كتير، مش مركونه يعني عشان هتبوظ معاكي بسرعه لا. فالمهم برضو تخلي بالك من مده الصلاحيه عشان مفيش حاجه تبوظ عندك. تمام. وجبت ايه تاني يا ام حنين؟ جبت البهارات. تمام. البهارات ده هيبقى الكيس ده بس اللي هيتعين يعني ممكن مثلا لو انا احتجت للبيت ممكن اخده واجيب مكانه. يعني ابعت اجيب مثلا، جايبه مثلا ب30، ابعت مثلا اجيب ب30 تاني، واقوم واخده ده وعاينه اللي ب30. فاهميني؟ اللي هو هبدل في البهارات، لان البهارات مش بتقعد كتير، يعني لو قعدناها كتير مش بتبقى حلوه. خلاص، فاللي هو لا أنا يعني مثلا دول لرمضان، فلما احتاج اجيب لبيتي اجيب برضو بنفس الاسعار دي، وابدا ان انا مثلا اعينهم لرمضان واخد بقى القديم ده. تمام، انتوا اكيد فاهميني صح؟ طيب جايبه ده كان عامل 30 جنيه،
وده عامل برضو 30 جنيه. احنا عارفين ان الفلفل الاسود غامق. طبعا انا ما بقدرش ان انا اجيب البهارات اطحنها في البيت للاسف، لان انا عندي حساسيه فما بستحملش ريحتها. هتلاقوني دايما تعبانه يعني، صدري دايما تعبني من اي ريحه، اي روايح، اي دخان، الحاجات دي يعني. فمش بستحمل ريحه البهارات، عشان كده مش بعرف اعملها في البيت. ما علينا. وجبت برضو البابريكا دي برضو ب10 جنيه. تمام، يعني الحساب كله حوالي مثلا 70 جنيه. تمام يا شباب. تمام. جبت ايه تاني يا ام علين؟ جبت دي لقيتها عند الراجل برضو عجبتني. بحتاجها في الكيك او في المخبوزات، بتبقى تعمل ريحه اكتر من اللي هي من اللي هي مثلا التانية يا شباب. عارفين التانية اللي هي مثلا اللي هي الاكياس، اللي هي البودر، مش بتبقى حلوة قوي زي السايلة. السايلة بتبقى فواحة اكتر. وكمان نقطتين من دول يغنيك كتير كتير عن مثلا 4 اكياس من التانية. فعجبتني دي، ده ب18 جنيه. حلوة وهتقعد معايا فترة. ممكن بعد برضو مرة كده ابقى اجيب كمان واحدة منها. حلوة، هتقعد معايا فترة حلوة يعني. تمام. تمام. جبت ايه تاني يا ام حنين؟ جبت برضو ازازه البريل دي. ديت انا جايباها رمضان، دي مش هستخدمها دلوقتي يا شباب. انا جايباها رمضان. انا بالعاده مش بجيب الا الصابون الفك، او الصابون الاصفر اللي هو في جيركن، اللي انا بجيبه في جيركن يا شباب. اللي هو بجيركن هيبقوا 80 جنيه او 85، مش عارفه كام الوقت الصراحه. فعجبني يعني. تمام. فانا لا، انا المره دي بقى قلت هجيب ده لرمضان يعني. رمضان عشان الكوبايات، وبقى فيه عصاير، وبقى فيه بقى اطباق كتير وحاجات حلويات. فاللي هو الحاجه بتبقى عايزه تبقى ايه، نظيفه كده وبتلمع كده وشكلها حلو. فانا قلت هجيب لهم بقى ايه، ازازه من الحلوه دي. طبعا ما شاء الله النقطه من دي تغنيكي عن كيس بريل من اللي انت بتجيبيه من ابو 5 جنيه او ابو 3 جنيه. تمام. فقلت كده بقى المره دي لا، انا هجيب له بريل كده خاص كده له. هبقى ان شاء الله، انا مش عارفه، يمكن اجيب كمان ازازه وعينها مع دي. تمام. يجيبوا لي ممكن يعني اصلا الازازه تجيبني الشهر، او يمكن لا، ازازتين يجيبولي الشهر. تمام. لسه مش عارفه عشان ما جربتوش الصراحه. يجيبني المده قد ايه. فلسه هشوف يعني، يمكن اجيب كمان واحده عليه. تمام. تمام. طيب. دي الحاجات اللي انا جبتها. ماشي. طبعا لسه في حاجات تانية كتير، لسه في حاجات تانية كتير. بس الحاجات دي مثلا يعني احنا لو حسبنا ممكن يكون داخل لهم مثلا في 300 جنيه او يعني نقول 300 جنيه. تمام. فاللي هو يعني على قد ما تقدري تجيبي حياتي، اللي هو يعني حاجات بسيطة مثلا. تمام. عايزة تجيبي ب100، ما قدرتك تجيبي ب200، ما قدرتك تجيبي ب300، انتي محوشة وعايزة تطلعي تجيبي مرة واحدة. تمام. في حاجات تستاهل انك تروحي تجيبيها. الحاجة بتغلى واحنا مش عارفين لسه الاسعار هتوصل لفين لسه يعني. مش عارفين كانت هتنزل ولا هترفع لسه. بس اللي هو الاكيد ان هو الحاجة بترفع على اي موسم، سواء كان العيد او رمضان، فالحاجة بترفع فيه. فانا عايزه اقول لكم اللي تقدري عليه انزلي هاتيه. لو حاجات بسيطه، شوفوا هي حاجات بسيطه بس هتريحك صدقيني كتير كتير. تمام. فانا جبت كده زي ما قلت لكم الحاجات دي. يعني هتوفر معايا كتير يعني. انا حتى الاستخدام الشخصي هروح اجيب لي برضو شعريه دلوقتي من اللي ب10 جنيه. ليه حرام اجيب كيس ب15؟ طب ما هي ب10 برضو يعني. تمام. فاللي هو خلاص يعني، ان شاء الله نعتمد ان احنا ندور على الحاجة اللي توفر لنا في الفلوس. تمام. فده كان الفيديو بتاع النهارده، فيديو بسيط كده وسريع وكده، اجواء رمضان. حبيت ان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده يبلغنا رمضان، لو فاكرين وانا مفقودين يا رب العالمين، ويرزق الجميع يا رب، وكلكم كده تفرحوا برمضان وبدخلته علينا. دي كان بقى الحاجات البسيطه اللي انا جايباها النهارده. اتمنى ان هي تعجبكم، اتمنى ان انتم تستفادوا حاجه بسيطه من الفيديو. ما تنسوش بقى يا امارات تجهزوا رمضان، بلاش كسل، علشان رمضان الايام بتجري وبتيجي بسرعة، واحنا عايزين يعني ايه نلحق ان احنا نجهز له. تمام. طيب ماشي يا ام حنين، كده انتي وصلت لنا الرسالة. طيب يا امارات، ما تنسوش بقى الله يكون الاشتراك في القناة، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات كتير كتير كتير. ولو حد عنده فكرة او حابب يطلب حاجة من ام حنين، انا تحت امركم. واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامة.